السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم جدا ومفيد فعلا من التطبيقات، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد ومفيد فعلا من التطبيقات في القناة. عندي اقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تريكر كلاينت. التطبيق ده مساحته 6 ميجا، محمله اكتر من 100 الف شخص. التطبيق ده خاص بالتتبع عن طريق الجي بي اس. يعني ايه؟ يعني لو انت عايز تتبع تليفون اي شخص، تليفون حد انت تعرفه، ابنك، بنتك، زوجتك، اختك، اخوك، اي حد من الناس دي، تقدر ان انت تتبعه من خلال التطبيق ده. تقدر تعرف مكانه وتحدد مكانه بالظبط فين. طبعا التطبيق ده بيحتاج منك ان انت تكون مشغل الجي بي اس على طول، محتاج منك ان انت يكون عندك انترنت على طول، وطبعا الطرف الاخر برضو يكون عنده انترنت عشان تقدر تحدد مكانه وموقعه فين بالظبط. التطبيق ده مشكلته ان هو في بعض الاجهزة، الموبايلات اللي ما بتحملها عليه، لو الموبايل ده عليه برنامج انتي فيروس مكافح الفيروسات، هيقول لك على التطبيق ده ان هو عبارة عن فيروسات. لان التطبيق ده بيتتبع او بيعرف الاماكن بتاع الاشخاص، يعني ومعرفة الموقع بتاعه فين. فبعض التليفونات بتقول لك لما بتحمل التطبيق ده يقعد يقول لك خطر، في تطبيق خطر نزل على الجهاز او كده. فدي مشكلة في التطبيق. دي حاجة. تاني حاجة، التطبيق طبعا بيستهلك بطارية. تالت عشان بيحتاج ان انت تبقى مشغل الانترنت على طول ومشغل الجي بي اس على طول. طبعا التطبيق كويس وتطبيق مجاني. دي افضل برضو حاجة فيه، هو مش بيحتاج منك ولا بيكلفك فلوس خالص. دي ميزة كويسة في التطبيق. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبة للمزايا والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق، يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين، ارسل لي في الكومنت لو شفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات، القيمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.